انت بقى لوحدك بتعملي ايه عشان تحسسي صلاح وتفضلي مكمله ان انت بتتطوري وان انت قد البوزيشن وقد الفرصه؟ هقول اجابه ما ينفعش اقولها، بس هو ينفع اقول ما اعرفش. ما تعرفيش؟ لا ايوه. ينفع. عشان انا، ودي حاجه انا مؤمنه بيها قوي قوي، ويعني انا كنت بتحط في موقف فاتصرف. ربنا سهل لي ان حد اداني فرصه اتحط في الموقف، اوكي. فاتحطيت في الموقف واتصرفت، فعلى اساسه اتعلمت. عملت حاجات كتير قوي غلط، خسرت الشركه فلوس، عملت مصايب. ايوه، ده بقى اللي انا عايزاه. يعني هي ما جاتش كده، هو في حد اداني فرصه ان اشتغل، فلما اشتغلت عملت مصايب من عيله بنيله. كان بيطلع عجز بال 30 و40 الف جنيه، 30 و40 الف جنيه دي في 2017 رقم كبير جدا. فاللي هو ما كانش حد بقى بيقف لي أيوة يعاقبني على الارقام دي والحاجات دي. وقتها انا عمري ما بصيت للفلوس. انا مش فاكره ان انا قعدت مع صلاح قعدت انت هتقبضني كام. وممكن اقول يعني دي حاجه هقولها هو وهو بيقولها، انا قعدت فتره طويله قوي ما باخدش فلوس. اوكي. مش عشان هو بياكل عليا فلوسي، بس عشان انا عارفه الناس ما هتصدق تتصيد لصلاح بالذات الاخطاء. فيا لا، مش جماعه ناقصين. احنا مش جايين نقوم عليه الدنيا. بياكل عليا فلوسي. اي مين انه ما باخدش فلوس، اللي هو ما عنديش مرتب ثابت. ما فيش فاطمه انت هتشتغلي تاخدي في الشهر 1000 جنيه زي الكوميشن على ما فيش الحاجات اللي الكلام ده. هي بتعمليها. والله بنقعد ونشوف الدنيا راحت فين وبنتفق على حاجه معينه يعني. بس اخدت يعني، واقدر اقول ده بمنتهى الاريحيه، انا اتعلمت حاجات لو كنت رحت اخدت فيها كورسات كنت هدفع لتر ملايين.